أيها الأحبة، أول هذه الوقفات الخمس تذكير بأن في هذا الشهر الكريم 3 فرص للمغفرة ينبغي أن يستحضرها المؤمن وهو يستقبل هذا الشهر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه 3 فرص لا يصح بحال من الأحوال أن يفوت المؤمن هذه الفرص، فإنه إن فاته واحدة أدرك الثانية، فإن فاتته الثانية أدرك الثالثة، ومن ضيع الثلاث فهو مضيع بحق. ولهذا لما قال جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. 3 فرص كيف تضيع؟ ولذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي على المؤمن أن يضع ذلك هدفا، أن يسعى لتحصيل هذه المغفرة من أجل أن يسعد وينعم ويفوز. فإن المؤمنين يفرحون في نهاية هذا الشهر، ويكون اليوم الذي يعقبه يكون يوم عيد، وهذا الفرح وذلك العيد إنما هو بطاعة الله تبارك وتعالى. إنه فرح على التوفيق والهداية، وهذا الإفضال من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيظهر الناس البهجة ويلبسون أحسن الثياب إظهارا لهذا السرور والغبطة على ما وفق الرب جل جلاله وهدى. وليس العيد للتفريط، وليس العيد للتضييع، وإنما هو فرح بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه أيها الأحبة ينبغي أن نستحضرها، ومن ثم يجعل الإنسان أوقات سفره وأشغاله بحيث لا تكون مزاحمة لهذه الصلاة ولا قاطعة لها، مع أن المسافر يكتب له ما كان عليه من العمل، وهكذا المريض. ولكن إن كان عن ذلك مندوحة بحيث يستطيع الإنسان أن يلازم هذه الصلاة، صلاة الليل، قيام الليل، فإنه لا يفرط بها بحال من الأحوال، ليتحقق فيه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص على هذا، اجعل السفر قبله أو بعده، وهكذا باقي الصوارف والشواغل. هذه الأولى.